كل نهار كتفيق فيه كتحس كأنك في سباق اللي ما كيساليش. كتقلب على شي لحظة ديال الهدوء، شي مساحة ديال الراحة، ولكن كتحس بها بحال اللي كتزلق لك ما بين يديك. عمرك سولتي راسك فين كاين السلام وفين كنلقاو الطمأنينة الحقيقية وسط هذا الضجيج كامل؟ بزاف منا اللي كيربطوا الراحة ديالهم بالسعادة الخارجية، سواء كانت فلوس، خدمة زوينة، علاقات مثالية. ولكن الحقيقة هي أن الطمأنينة الحقيقية كتجي من الداخل. نعم، واليوم غادي نهضروا على بعض الخطوات البسيطة اللي ممكن تعاوننا في هذه الرحلة. أول حاجة غنتعرفوا عليها في الرحلة ديالنا اليوم هي اعرف نفسك. نعم، خصك تعرف راسك. أول وأهم خطوة هي أنك تعرف راسك. علاش؟ حيث أغلب القلق والتوتر اللي كنعيشوه كيكون سبب أننا ما كنعرفوش راسنا، ما كنعرفوش بالضبط شنو كيأثر فينا، شنو هي نقاط الضعف ديالنا، شنو هي الحاجات اللي بصح كتبرزتنا كتقلقنا. الوغ خصنا نجلسوا مع راسنا شويه ونسولو علاش هاد الموقف كيعصبني، علاش كنبقى نفكر في هاد الامور، او كنبقى نفكر في شي حوايج اللي وقعت لي في الماضي. وكل ما عرفتي راسك اكثر كل ما فهمتي الاسباب الحقيقيه للقلق ديالك، وهذا هو اول طريق للسلام. تفهمنا؟ اول طريق للسلام هو اننا نتعرف على راسنا. نجلس مع راسي نتعرف على راسي، عارف شنو كيقلقني شنو كيريحني. هكذا غنكونوا حققنا اول خطوه. اما المحور الثاني فهو تقبل الواقع، لان بزاف منا ما كيتقبلوش الواقع ديالهم، خصنا نتقبلوه كما هو بلا ما نقاوموه. لان بزاف ديال الالم النفسي كيجي من مقاومه الواقع. للاسف ما كنتقبلوش شنو كيوقع لينا، كنبقاو نسولو راسنا علاش هادشي خاصو يوقع ليا انا، علاش انا حياتي دايره هكذا، علاش حياتي ما دايراش بحال فلان او فلان او الاشخاص اللي كنشوفوهم في السوشيال ميديا. خصنا نتقبلوا حياتنا ونحاولوا نحسنوها. الا ماشي نسعاو اننا نبدلوا الحياه ديالنا باش نكونوا مرتاحين، لا، خصنا نتقبلوها. الا ما تقبلناها ما عمرنا ما غنحسوا بالراحه. والتقبل راه ماشي ضعف، بالعكس هو قوة كبيرة. هو ببساطة أنك تقول هذا هو الواقع ديالي وهذه هي الظروف اللي أنا فيها دابا، كيفاش نقدر نتعامل معها بأحسن طريقة ممكنة. هاد الخطوة كتخفف عليك بزاف ديال الضغط النفسي. تفهمنا؟ يعني المرحلة الأولى هي نعرف راسي، المرحلة الثانية هي نتقبل الواقع ديالي وما نقاوموش، ودابا غندوزو للمرحلة الثالثة وهي نغدي روحي. هذه خطوة مهمة بزاف، لأن في الحياة ديالنا الحياة السريعة ولينا كان الأسابيع كدوز بالزربة، الأيام كدوز بالزربة، أشهر كدوز بالزربة، وسنوات كدوز بالزربة. ما كنحسوش بالمتعة ديال الحياة. حنا غاديين وسط الزربة، غاديين في هاد السرعة هادي، غاديين في هذا الضجيج ديال الحياة، ما كناخدوش لحظات راحة. وكيفاش غنغديو الروح ديالنا؟ خصنا نهتموا بالجانب الروحي والجانب النفسي. باش نلقى طمأنينة خصني نعطي راسي وقت للهدوء، ماشي نبقى غير نجري مع المشاغل اليومية. نو، خصني مثلا نخصص واحد الوقت في النهار، او لا نهار لا، انني نتمشى فيه في واحد البلاصه زوينه اللي كنرتاح فيها. اي واحد فينا كاينه شي بلاصه كيرتاح انه فاش كيتمشى فيها. اكيد هاد البلاصه بلا تليفون بلا حتى شي حاجه، ندي معايا قريعه الماء وندير السبادغي ديالي ونخرج نتمشى منها. الجسد ديالي كنفرغوا بزاف ديال الطاقه ديالو، كنحرقوا بزاف ديال السعرات الحراريه، ومنها كنغديو الروح ديالنا.
الحاجة الثانية هي أنني نحاول نقرا كتب اللي كنرتاح فيهم. ماشي ضروري أنني نقرا مثلًا التاريخ وأنا ما كيعجبنيش التاريخ، أو نقرا شي حاجة اللي ما كتعجبنيش، نشوف شنو كيعجبني. راه كاينين كتب في جميع مجالات الحياة. كتعجبني التنمية الذاتية ممكن نقرا التنمية الذاتية، كتعجبني الفلسفة ممكن نقرا الفلسفة، كيعجبني علم النفس نقرا علم النفس، كيعجبوني الروايات الرومانسية نقرا روايات رومانسية، كيعجبوني روايات الجريمة أو التحقيقات البوليسية. كاين هاد النوع ديال الروايات والنوع ديال الكتب. نقرا شي حاجة اللي في الميولات ديالي أنا، اللي ما نحسش براسي بأنني كندير واحد الثقل، بالعكس غنرتاح فيها. ثقوا بيا هذه خطوة مهمة بزاف، وقد ما قريتي بزاف قد ما كتعرف بزاف. الحاجة الثالثة هي أنني ناخد وقت في اليوم، 5 دقائق. نبدا في الأول ب5 دقائق، تقدر هاد 5 دقائق تحول 15 دقيقة أو أكثر، بعيدة على الشاشات. هاد 5 دقائق نحط التليفون، نحط التابلت، نحط البيسي، نحط أي حاجة ونجلس مع راسي، نوجد لي قهوة، نوجد لي شي مشروب اللي كيعجبني، ونجلس ونفكر مع راسي، ندير تأمل، نشوف شنو حققت، شنو مازال ما حققتش، شنو باغي نحقق، شنو اللي عندي شي حاجة فيا ما كتعجبنيش أو شي حاجة خصني نطورها. هاد الجلسات مع النفس مهمة بزاف، لأن هاد اللحظات بسيطة هي اللي كتساعدك على إعادة الشحن وتوازن الطاقة ديالك. وفي النهاية غنقول لكم بأن السلام الداخلي ماشي هو حياة بلا مشاكل، بل هو حالة ديال الهدوء والاستقرار فيك انت، حتى لو كانت الظروف اللي حولك غير مستقرة. زقنا ماشي ضروري يكون كلشي بيرفكت باش انا نكون مزيان، راه خصني نكون انا مزيان باش نرد كلشي بيرفكت او كلشي مثالي، او ماشي ضروري يكون مثالي ولكن مزيان في احسن صورة. يعني حتى لو كانت الظروف غير مستقرة خصني نكون انا كنعيش واحد الحالة ديال الهدوء النفسي، نكون انا مستمتع بالحياة ديالي. ودابا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.